تعرفوا ان الخيل العربي ما طلعتش عربي ولا حاجة؟ ده طلع مصري اصيل. والله زي ما بقولك كده، كل الكتب اللي اتقالت ووصفت الخيل على انها عربية، لكن المصريين القدماء هم اول ناس يستخدموا الخيل قبل ظهور العرب بالاف السنين. الدليل على كلامي ان اشهر المربين العرب بذات نفسهم بيجوا مصر عشان يشتروا الحيوانات المنوية للخيل المصري ويلقحوا بيه الاحصنة عندهم. كمان عندنا اسطبلات خيل للملك رمسيس الثاني واثارها موجوده لحد دلوقتي. كمان امنحتب الثاني ابن جد الملك العظيم تحتمس الثالث اعظم ملوك مصر كان بطل رياضي في الفروسيه. يا جماعه ما تستغربوش، المصريين القدماء هم اول ناس ينظموا بطولات رياضيه في الفروسيه واول ناس يعملوا اسطبلات. وكان اسم الحصان زمان حترس سميت ونفرجو وسخم كنو، ومع تطور اللغة المصرية القديمة بقى اسم الحصان حتر والأنثى بتاعته حترو، عشان كده انحرفت اللغة وبعد كده بقى اسمه حنطور. مفيش أي بلد بتقول على الحصان حنطور غيرنا احنا.